عقوبتها تصل للحبس. غذاء طفلك مسؤوليتك، والتهاون يضعك تحت طائلة القانون. ناقش قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل في 2021 الكثير من الإشكاليات التي تتعلق بصحة الطفل وتعلمه ومراحل نموه لضمان تنشئة الطفل على نحو سليم. ومن أهم الملفات التي تتطرق ليها هذا التشريع كان غذاء الطفل، فقد حدد معايير ومواصفات الأطعمة التي يجب تداولها. وقد حظر القانون على الطفل تناول هذه الأطعمة على النحو التالي: 1. حظر القانون إضافة مواد ملونة أو حافظة أو إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية. 2. يجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التي يحددها وزير الصحة. 3. يشترط أن تحصل تلك الأغذية على موافقة من قبل وزارة الصحة أو التموين وفقا للمعايير التي حددتها. 4. نص القانون على عقوبة تصل لا الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة.